السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، نتمنى يجيكم هذا الفيديو وانتم في صحة جيدة بإذن الله. جبت لكم حلوة معسلة رائعة جدا في الذوق والشكل، هايلة تنفع لرمضان، ترفع لسهرة رمضان سيدنا رمضان، العيد الصغير. نخليكم مع الوصفة حبيباتي. إذا عجبكم الفيديو والوصفة ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة. في الغيسيبيون تاعي نحط 330 غرام فرينة اللي هي بالملعقه 12 مغرف تاع الاكل، ونديروا 150 غرام زبده ونبسسوها جيدا باه نقدروا نزيدوا المقادير الجايين. نتمنى لكم فرجه ممتعه. نتمنى تجربوها لانها في الحقيقه حلوه رائعه رائعه جدا هايله. من بعد نحطوا هذه الرشه تاع الملح هاي لازم، والملعقه هذه هي فانيليا، وهذه على راس المغرف خميره يعني مامبا 1 غرام. نخلطوا النواشف هذو في بعضهم، من بعد باه نزيدوا السوائل. نتمنى تعجبكم. من بعد نجيب 120 غرام عفوا ياغورت طبيعي بدون سكر، لازم هنا بدون سكر، اي ما تجيكش الياغورت الحلوه. انا درت علبه وضفت عفوا ملعقه اكل، نزيدوا صفار بيضاء وملعقه اكل حليب. هذا السوائل كفايه جدا جدا باه يلمونا لاباط، ما تزيدي حتى سائل لانها راح ترتاح لاباط نصف ساعه، تولي يعني تقدر تشكليها كيما تحبي. نخلطوا جيدا ولكن ما نعجنوش. هاي تلمت لي لاباط، اي ماهيش ناشفه وماهيش طريه. انا غير اللم برك حبيباتي، ما رانيش نعجن. نكورها ونخليها ترتاح، لازما ترتاح، مش شرط الثلاجه ولكن لازما ترتاح نصف ساعه. بعد نرجع لحزيزاتي. من بعد لهنايا هذه المكسرات والفواكه الجافه، عندي 75 غرام لوز، 75 غرام جوز، و50 غرام زبيب اسود اللي يعني العنب بالشايحه. جيبي الاشوار اللي عندك، انا نستعمل هذه الاشوار تاع لاكوزين عادي. نحاولوا نرحيوهم مع بعضهم جيدا. لازم يكون شويه اللوز والجوز شويه يكونوا طريين عفوا. شوفي العنب اليابس او الزبيب اللي درناه، شتي كيفاش ولات تقريبا تعجنت. نحطوها في اي صحنه، نديروا 3 ملاعق اكل تاع السكر. ما تخافيش ما تجيش حلوه لان العجينه تاعها ما فيهاش ولا غرام سكر. ونديروا نصف ملعقه زبده ونعجنوها جيدا. انا لهنا ما ساعدتنيش هذه لاسيت هذه الصغيره، هاي تعبتني، راح نبدل وندير وحده شويه كبيره. ونجيب لهنا اي معجون عندك. درت الملعقه الاولى، هاني عجنتها لهنا. انا درت لها مغرف ونصف تاع المعجون. اذا ما حبيتيش المعجون ديري 2 مغارف صغار تاع العسل، ولمي الحشوه نتاعك وخليها حتى هي ترتاح على الاقل نصف ساعه باه السكر اللي فيها يذوب. لهنا جبت لكم لاباط بعد ما ارتاحت، راح نخدموا بها حبيباتي. نبداو في تشكيل الحلوه. انا درت شويه اكثر من نصف لاني راح نضربها بالحلال، يعني راح نحل لاباط تاعي بالحلال او بالقنوط، نريقلوها شويه هكا. لهنا كي نديروها بنحلوها على 2 ملم، ما لازمش تكون خشينه باش ما تجيكش شويه معجنه.
نجيبوا هذه القطعه هذه الدائريه، انا درتها متوسطه يعني ما درتها صغيره ما درتها كبيره، باه يجيو شويه الحبات متحوفين. نكملوا نطبعوا ونحيو الزايد تاع العجينه. نطموها برك شويه يعني ما نعجنوها ما والو، ونخليوها ترتاح حتى هي على الاقل نصف ساعه باش نقدروا نعاودوا نخدموا بها. وقبل ما نحطوا الحشو نقلبوا القرص نتاع العجينه تاعنا، ما نديروش على الوجه اللي كنا نديروا به الحلال. لهنا سامحوني حبيباتي ما وزنتش الحشو، انا درت عيني هي ميزاني. كيلي برك الحشو تاعك على حسب القرص اللي عندك، بلاطيه شويه على كف اليد على راحه اليد هكا، وحطيه فوق العجينه تاعك. غير هنا نحاول نسقمو برك بيدي، ونعاود نحط القرص نتاع العجينه ثاني الفوقاني من الفوق، ونتك عليه شويه بكف اليد هكا باش يجي شويه معدول. لا ما تقدرش تستعملي القنوط لهنا او الحلال. شوفي كيفاه جات. دوك نعاود وحده معاكم. نجيبوا الملقط هذاك تاع الخاص بالحلويات، نبلاطيو شويه الجهه التحتانيه هذه باش نتحصلوا على هذيك اللوزه او الورقه، ونحاولوا نطويوها، نضموا ونحاولوا نلموا الجوانب باه نطويوها. وكان لقيتي الجهه تاع لاباط طلعت لك لهنا، حتى هي نقشيها شويه هكا بالملقط هذا باش ما تجيش صامته تجي فارغه. من بعد نجيبوا الحبه تاع اللوز ونرشقوها في الفراغ هذاك باش يمدلها شويه منظر. هاي كيفاش خرجت لنا الحبه عزيزاتي، هاو الشكل تاعها النهائي. نعاود معكم وحده حبيباتي باش على الاقل عفوا تعاودوا تشوفوها. نبداو لهنا بالملقط الخط في المنتصف ونهبطوا للتحت، ونعاودوا الجوانب منا ومنا، الفراغات منا ومنا نمليوهم بالقرصات هذو تاع الملقط. والبلاصه ديما التحتانيه هذاك الربع التحتاني هاني لهنايا انا خفت تفتح لي في الفرن. حتى انت حبيبتي جيبي بياض البيض دهنيها شويه هكا وحاولي تبلاطيها شويه، من بعد تلميها تقرصيها شويه وتحطي الحبه تاع اللوز، غطيها حتى هي في بياض البيض وحطيها. وكي توجدي البلاطو تاعك حاولي ما تطيبيهاش ثمثم، خليها واحد 15 دقيقه برا، تروبوزي شويه، من بعد دخليها الفرن تطيب على 180 درجه، هي كيفها كيف السابلي. هاني جبت الملقط نعاود وحده معاكم. هاني جربت لك الطريقه هذه، نقرب لك الفطو باش تشوفيها. ديري الطريقه هذه بالك جاتك تجيك سهله. حطيها من التحت وبلاطي يدك بصبعك، غطي الحبه تاع اللوز في بياض البيض وحطيها في هذاك الفراغ، من بعد هزيها بيدك وحاولي تلمي الفراغات هذوك على الحبه تاع اللوز، يعني نغطيوه لها الراس نتاعها من التحت. هاي هكا تجيك سهله. هاو الشكل حبيبتي، نحطهم لهنايا
خطيتهم بعد ما ارتاحوا شويه، ونبعثهم للفرن على 180 درجه. ها هما كل هنا. ها هي الحبه تاعي، شوفي طابت لون ذهبي رائع. نجيبو لهنا عسل ابيض باه ما نبدلو لها الشكل تاعها، يعني من الافضل ما ديريش العسل اللي البني هذاك الاحمر، جيبي عسل ابيض عادي حطيها، عاودي ثمثم جبديها مامبا، لانها راهي بالفارينه وراهي العجينه خفيفه بزاف. مش كاين مقروضه تخليها تتشمخ ربع ساعه ولا 10 دقائق في العسل، مع تحطيها عاودي جبديها ثمثم. من بعد التزيين حسب الذوق حبيباتي، عندك العقاش هذاك، عندك الاوراق الذهبيه هذه كيما اللي راهم لهنا عندي، حطيهم فوق اللوزه ولا بحذاها. التزيين حسب الذوق. ها هو شكلها النهائي حبيباتي، ان شاء الله نتمنى تعجبكم الوصفه هذه. كان عجبتكم الوصفه هذه ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم حبيباتي. شوفوا الشكل النهائي، شكل رائع راقي، الذوق صدقوني رائع رائع لدرجه ما تصوروهاش. هنقسم معكم الحبه، شوفي كيفاه جات خفيفه، والحشوه نتاعها ثاني من هذاك المعجون اللي درناه، قعدت طريه مع الكا روعه روعه.